والدة أم مكة بتاعة الفسيخ طالعة تستنجد بالناس وتقول أحفادي مش راضيين يقبلوهم في أي مدرسة بسبب والدتهم واللي حصل معاها. بتقول أنا مش عارفة يعني أحفادي ذنبهم إيه، دول أطفال ملهمش أي ذنب. تاني حاجة بتقول أصلا إن بنتي لسه ما خدتش أي حكم عشان خاطر الناس تحكم عليها إن هي يعني عملت أي حاجة. لو خدت حكم ساعتها اتكلموا، لكن هي دلوقتي ما خدتش حكم، فليه المدرسة مش راضية تقبلها ولا الناس بتحكم عليها بالطريقة دي؟ فتعالوا كده نشوف قالت إيه. يعني ايه ما هو يقولش ايه اسمه؟ اسم الام يعني؟ هي بنتي بقت وصمة عار على البلد. محامي رافع عليها محضر بيقول بتنشر اخبار كاذبه ولا مش عارفه بيقولوها ازاي، انا ما بعرفش اقول. يا بنتي ما عليهاش اي جريمه وهتطلع، وام مكه زي الفل ما فيهاش اي حاجه، ومش مش عيب ولا حرام. ومش هي الوحيده اللي متاخده، ده نص البلوجر بتوع البلد، او ممكن كلهم. تمام. ليه شططوا ثلاث عيال، ثلاث اطفال عايزه تدمريهم. اما رحت انا المديره بقى لبست ووداني تاني، داخله اكلمها. يعني سيد زوج ام مكه سيد جه. جالك بعد الواقعه؟ وانا قلت له لا وديني افهم في ايه، لازم تمام. توديني. مم. رحت راح. انتي قلتي لي قبل اللايف اللي هو يعني انتي رحتي لان سيد يعني من الناس اللي هي الطيبه جدا اللي ما خجول جدا، بيعرفش يتكلم. خجول جدا. تمام. فانا قلت له وديني. مم. دخلت للمديره، قعدتني بره يجي 10 دقايق ولا 5 دقايق بره، وراحت مدخلاني. دخلت مستنده على الولد اللي معايا تحت، ما رضيش يسيبني لان انا بمشي صباع وجعني بتعكز على اي حد. فبتقول لي طلعيه بره هو والتليفون. قلت لها يا حبيبتي انا ما بسجلش، انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي، او احب اقول لك انا لازم اخرج من عند حضرتك من هنا بآية او لا. لو قلت لا، عشان ده مستقبل ثلاث في اطفال. محامي مستني يرفع قضيه، في وزاره التربيه وتعليم انتي هشتكيكي هتشتكي فيها. كافيه. تمام. في فيديوهات هتتعمل عليك وعلى المدرسه، وهقول كل حاجه بما يرضي الله. انا الاولاد ما لهمش ذنب قلت في الاول لي وفي الاخر. هاتي مصاريف العيال وهتدخلي العيال، خلاص على عيني وعلى دماغي، والعيال تخش تشوف مستقبلهم، انما تمشي لي 3 عيال. الناس بعد ما سمعت الفيديو ده انقسمت لنصين، في ناس تعاطفت معاها وشافت فعلا ان الاطفال ملهمش ذنب، وفي ناس تانية شافت لا، ان والدتهم كانت غلطانه، ومفروض كانت تفكر اصلا في مستقبل عيالها وما كانتش تعمل اي حاجه ممكن تضر بعيالها قدام. فده يعتبر عقاب ليها على اللي هي عملته. تعالوا كده نشوف مع بعض تعليقات الناس كانت ايه.